حاجتين اتنين مهمين جدا لأي صفحة فيسبوك: الاسم والصورة. الاسم ده رقم واحد، أنا بتعرف عليك من اسمك، فما ينفعش إن أنت تكتب اسمك بلغة غير مفهومة أو حروف مع أشكال مع حاجات كده. طيب أنا هتعرف عليك إزاي؟ فالاسم يفضل إن هو يكون مكتوب بلغة سليمة ومكتوب باللغة العربية، ومفيش أي مشكلة إن أنت تكتبه باللغة الإنجليزية كلغة تانية. لكن الاسم ركز على اسمك، حاول بقدر الامكان ان انت تستخدم اسمك ثم اسم والدك ثم الاسم اللي انت مشهور بيه. يعني على سبيل المثال انا كاتب نفسي محمد مهني البحراوي، انت تكتب نفسك مثلا احمد ابراهيم الفيومي. لكن ان انت تكتب احمد الفيوم ابراهيم، ان انت هنا مثلا قدمت اسم الشهرة بتاعك على اسم والدك، هنا ده هيعمل لك لخبطة، وكمان الناس اللي هي بتسرش على اسمك هتوه في الموضوع. كمان في بعض الناس بتكتب اسمها بتكات كده غريبة عجيبة، يعني تدخل مثلا حرف انجليش وسط الحروف العربي، او حرف عربي وسط الحروف الانجليش، على اساس ان دي روشنة منها. يعني انا مش فاهمه ده، فده سيبه في حاله. لو بعت لك اي طلب صداقة ما تقبلوش عشان تريح دماغك منه، لان هي دماغه بتكون رايحة في حتة تانية. الحاجة التانية الصورة، ما ينفعش ان انت تحط صورة هلامية مش عارفين. انت فكرة ان انت تحط صورة ليك انت، فانت بتعرفني انت مين. مفيش مشكلة، ممكن اكون انا قابلتك في مكان او اتعرفت عليك في مكان، فانت لما يكون اسمك واضح وصورتك واضحة فانت بتعرف الاشخاص ان انت بتدل على نفسك بالاسم وبالصورة. لكن في بعض الناس تلاقيها حاطة صورة طائر، حاطة صورة طفل حزين، حاطة صورة حد بيلعب في الموبايل، حاطة صورة تامر حسني وعمرو دياب. طيب الصورة دي بتدل على ايه؟ انا مش عارف. لو انت مش عايز تحط صورة، حط صورة مناسبة لشخصيتك. لو انت مثلا بتتعلم في الازهر الشريف، حط صورة يا اخي يعني نفهم منها ان انت راجل في الازهر الشريف. لو انت في تعليم جامعي، حط صورة تدل على التعليم الجامعي. لو انت خريج ودكتور، حط صورة تدل على ان انت دكتور. لو انت طبيب، حط صورة تدل على ان انت طبيب. لكن تحط صورة اي صورة كده، انت جبتها اي صورة كانت على الموبايل انت حطيتها على الفيس عندك، ده حاجة غريبة جدا انا بستنكرها على الناس. فالتكتين دول لازم انت تخلي بالك منهم: الاسم يكون ظاهر وواضح، والصورة كمان تكون ظاهرة وواضحة. مش لازم تكون صورة شخصية ليك انت، لكن يفضل ان هي تدل عليك، يعني تدل على مجالك، تدل على الصنعة بتاعتك، تدل على العلم بتاعك، تدل على الجامعة اللي انت فيها. فما فيش اي مشكلة في ده. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.